انسي بقى اي طريقة تانية تعرفيها، وتعالي النهاردة هنعمله بطريقة حلوة قوي، مكونات سهلة وبسيطة، مش هيتكلف عليكي. لو عندك عزومة يشرفك في عزوماتك، طعم وريحة مش قادرة اقولك. تمام. بس في البداية نحط لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل الجرس. وبينا بقى نشوف المكونات. هنجيب بولة كده ونحط فيها قطعة ثوم، ونحط التوابل: ملح، فلفل، بابريكا، بهارات فراخ، وزبادي، معلقتين، ومعلقة زيت. واكون خالية الوراك بتاعتي، وهنزل لكم فيديو اخلي الوراك ازاي بكل سهولة. وابتدي بقى اتبل الفراخ بتاعتي كده، ومعهم معلقة صلصة كمان. هكتب لك المكونات في صندوق الوصف. واجيب حلة على النار فيها مادة دهنية، احط في الاول القوانص بتاعتي بعد ما غسلتهم كويس قوي ونشفتها من المية، وبعدين احط الكبد عشان القوانص بتستوي، بتاخد وقت في السوا اكتر من الكبد. واحط بقى ايه، بصلاية مفرومة وقطعة ثوم. وابتدي بقى اقلب القوانص والكبد بتاعتي، واتبلها بالملح والفلفل والبهارات والبابريكا، وبهارات الفراخ طبعا. تمام. وابتدي بقى اقلب القوانص والكبد بتاعتي، مش قادره اقول لكم ريحتها تحفه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ رائع. اجيب بقى كوبايه رز على الاربع وراك، غسلتها وصفيتها من الميه، وحطيتها على الكبد والقوانص بالشكل ده كده. تمام. وابتدي بقى اقلب الرز مع الكبد والقوانص، واحط الميه يا دوبك تستوي 3/4 سوا. تمام. عشان اعمل حساب سواها في الوراك، واسيبها بقى تتشرب، واسيب الرز يبرد خالص قبل ما احشي الوراك بتاعتنا. اهي الوراك بتاعتنا بعد ما اتبلت، ابتدي بقى احشي الرز. شايفين؟ انا اللي خاليه الوراك دي، لو انت مش هتعرفي وهتجدي صعوبه فيها، ممكن تخلي الراجل يخليها لك. تمام. اهو بالشكل ده كده. هنقفلها بقى ازاي؟ انا اقفلها بخله. مش عايزه تقفليها بخله، ممكن بستريتش تقفليها بالاسترتش، وبعدين سيلفر، وبعدين تحطيها في ميه وتسلقيها. بس كده هتاخد منك ايه، دبكه، وتنزل كل الفوائد بتاعتها في الميه. انا مش عايزه كده. تمام. انا قفلتها بخله زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وانت بتخلي الوراك تحافظي على الجلد بتاعها، عشان الجلد هو اللي هيقفل عليها. تمام كده. وتخلي بالك بعد ما الوراك تستوي، تكوني حريصة ان انتي تشيلي الخلة قبل ما تقدميها طبعا. اهو زي ما انتوا شايفين كده. شايفين واخدة شكل الحمامة. تمام. نعمل برضو واحدة تانية قدامكم عشان تشوفوها. اهو. وبكون حريصة ان انا ادخل الرز كده في الورك من عند الدبوس كده. تمام. اهو بالشكل ده كده. وبعدين التتبيلة بالليمون بالبهارات اللي انا حطيتها للوراك، مش مخلية فيها ريحة اي زفارة، وانا غسلاها كويس ونقعها في محلول النقع ومصفيها. اهم حاجة تصفيها من المية بتاعتها. تمام. اهو بالشكل ده كده. اللي ناس اللايك يحط اللايك، ويشترك في القناة ويفعل الجرس. تمام كده زي الفل. هنشوف بقى دلوقتي طريقة التسوية كمان انا سويتها ازاي بكل سهولة. حطيتها كده في البايركس، وجبت ورقة زبدة قبل ما اغطي بورقة السيلفر. تمام. اهو في الفرن تكون ولعة، احطها على الرف الوسطاني، واحضر بقى ايه، ليمونة معصورة، معلقة صلصة، ملح وفلفل. وطلعت معانا اهوت. اخد بقى المية اللي نازلة منها كده، واقلب في المكونات دي، وادهن الوراك من فوق كده. شايفين؟ عشان تاخد لون. انا كده شلت السيلفر، وهولع بقى الشواية عشان تاخد لون. تمام كده. عايزه اقول لكم لو في رز طلع منها من الجنب مفيش مشكله، الورك برضو بيحافظ على شكله.
يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واسيبكم في رعاية الله. شايفينه؟ ايه رأيكم بقى؟ لايك كتير للفيديو.